الفطار المصري الاصيل بجد اجمل حاجه وانت ماشي في شوارع مصر كده وتلاقي عربيات الفول كده في الشارع والناس بتاكل منها، وسبحان الله اسعارهم بتبقى حلوه جدا والفول بتاعهم بيبقى زبده والله. يعني شويه فول حلوين عليهم زيت حار وطحينه مع شويه كمون كده على الفول وتاكل احلى طبق فول في حياتك. قبل ما ابدا الفيديو صلي على النبي ودوس لايك. الشاب اللي انا رايح له دلوقتي كنت بقلب على التيك توك فلقيته فاتح لايف من على عربيه الفول بتاعته، فانا لما لقيته راجل جدع ومكافح قلت له لازم اجيلك واصور لك احلى فيديو. فانا دلوقتي رايح له، اهم حاجه الفيديو دوت يلف مصر كلها. مكان العربيه في الاميريه، هتركب من عبود اي عربيه رايحه السواح او الاميريه وتنزل عند كوبري ميدان الاميريه. هتسال اي حد وتقول له فين شارع حسن فرحات، هتخش الشارع دوت. اول ما تخش هتلاقي العربيه في نص الشارع. قدام العربيه بتاعت الفول بالظبط سوبر ماركت اسمه الرحمه، عنده بقى شويه بطاطس صوابع يفتحوا النفس، بيحط عليها كاتشب ومايونيز وبيحط عليها جبنه رومي وبيحط عليها زيتون. انتوا شايفين جمال الفطار المصري وحلاوته، مع رغيفين عيش بلدي برده من الفرن سخنين وتغمس في طبق الفول اللي بالزيت الحار وتاكل احلى فول في حياتك. الفطار المصري ما يحلاش غير بشويه طعميه محشيين كده سخنين لسه طالعين من طاسه الزيت، مع طبق بيض مهروس بالسمنه، وتخش على البدنجان كده المقلي وتاكل احلى بدنجان في حياتك. وطبعا لازم جرجير في الاكله دي مع شويه بطاطس صوابع كده وتاكل صوابعك وراهم. وما اقولكوش على طعم وجمال الفول اللي بالزيت الحار، وتبلع المسائل بشويه ميه سلطه وتاكل احلى فحل بصل اخضر، وتاكل بيض مدحرج متشوح بالسمنه وتحبس بمعلقه سلطه.